السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة دي هنتكلم عن أمر دايمنشن وكيفية وضع الأبعاد على اللوحة بشكل منظم. في البداية علشان نروح لأمر دايمنشن عن طريق الضغط على علامة الدايمنشن في قائمة annotation أو عن طريق كتابة الاختصار بتاع الأمر وهو DIM enter. بمجرد ما تكتب DIM enter بيتفاعل معاك أمر دايمنشن. وعلشان تحط الأبعاد على رسمة زي دي قدامك حاجة من اتنين، يا إما تحدد بداية ونهاية الخط اللي انت عايز تقيس ابعاده، بتتحرك معاك بالسهم بالمنظر ده اللي هو الدايمنشن بالمنظر ده. تضغط كليك شمال في المكان اللي انت عايز تحط فيه الدايمنشن، وليكن هنا، فتقوم ضاغط كليك شمال. وعندك طريقة تانية اللي انت تضغط على الضلع بس في اي حتة ما عدا المنتصف، يعني ما تجيش على النص ما تجيش على النص وتضغط اي حتة ما عدا النص. تضغط هنا اهو، تطلع، تقوم راح عامل كليك شمال، الدايمنشن يتحط لك بالمنظر ده. نلاحظ ان الدايمنشن هنطلع من امر دايمنشن عن طريق اسكيب او مسطره. عملنا مسطره طلعنا من الامر. نلاحظ ان الدايمنشن بتاعنا مكتوب بشكل صغير والاسهم برضو بشكل صغير. علشان نعدل في اشكال الدايمنشن بنروح لامر اسمه دايمنشن ستايل، اختصاره دي انتر، او عن طريق اللي انت تحدد الخط اللي انت عايز تعمله او الدايمنشن اللي انت عايز تعمله تعديل، وتروح هنا على انوتيشن. فانت طالما انت محدد ده فهتلاقيه هنا في انوتيشن مديك نوع الدايمنشن اللي انت شغال عليه، ده النوع اللي انت شغال عليه. ممكن تقوم داخل هنا عن طريقه لخلال حاجة اسمها مانج دايمنشن ستايل، هيتفتح لك القائمة دي، او عن طريق اللي انت تكتب دي انتر يتفتح لك نفس القائمة دي. هتلاحظ اللي انت عندك ديفولت 3 انواع او 3 ستايلات للدايمنشن. تقدر تعمل نوع جديد، وليكن مثلا تقوم راح قايل لي نوع اسمه ASH، هيتاخد من الايزو، يعني هيبقى كوبي من الايزو وانت تعدل فيه. اقوم راح قايل له كونتينيو، هتلاقي هنا بقى فيه ستايل جديد اسمه ACH. اضغط اوكي، هتلاقي هنا بقى فيه ACH. تقدر من ال ACH تخش هنا على قائمة موديفاي، هتتفتح لك القائمة عادي اهي. بتتكون عندك من قائمة لاين وسيمبل اند اراو وتكست وبريمري يونت والوحدات البديله. دول اللي يهمنا، الخمس تبات دول. نبدا بلاين. في الاول بيقول لك الدايمنشن لاين، خطوط الدايمنشن اللي هو الخط اللي تحت اللي مكتوب عليه التكست ده. عايز تغير لونه عن طريق الضغط على كلر. عايز تغير نوع الخط، نوع الخط ان انت مثلا لو انت عايز تعمله داش لاين او انت عايز تعمله خط متصل او باي لاير وخلافه. وتقدر تخش هنا على اذر وتعمل هنا لود وتحمل انواع كتير من الخطوط من خلال القائمه دي. طيب عندك هنا حاجه اسمها لاين ويت، تقل الخط، عايز الخط تقيل ولا خفيف، عن طريق التحكم في ده. واحنا بنخليه باي بلوك او باي لاير. عندك هنا حاجه اسمها البيز لاين سبيسنج. يعني ايه البيز لاين سبيسنج؟ في حاله لو انت عندك بعدين فوق بعض، المسافه ما بين كل بعد والتاني قد ايه. طبعا القيمه دي احنا هنسيبها دلوقتي افتراضيه. قدام عن طريق امر اسمه DIM سبيس هنعرف ازاي نتحكم في القيمه دي. عندك هنا حاجه اسمها السبريس. لو انت علمت هنا صح وهنا صح تلاحظ ان الخط ما عادش موجود. لو انت شلت الصح تلاحظ ان الخط بقى موجود. عندك هنا حاجه اسمها الاكستنشن لاين. المقصود بالاكستنشن لاين اللي هم الخطين اللي هم واقفين دول. برضو تقدر تتحكم في الوانهم، تقدر تخليهم لونهم احمر، وتقدر تتحكم في نوعهم اللي هو اللاين تايب بتاعهم، وتقدر تتحكم في اللاين ويت بتاعهم، وتقدر تتحكم في اظهارهم واخفائهم، نفس القصه بالظبط. هنيجي هنا نضيف عليهم حاجه اسمها الاكستنشن بوليجان دايمنشن لاين. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني الزياده اللي فوق السهم. يعني نلاحظ ان السهم اهو وفي قطعه زياده، يعني مثلا القطعه دي هنخليها دلوقتي 5. فمجرد ما انت تخليها 5 مللي وتضغط عشان تعمل اكشن، تضغط بس في مربع تاني، تلاحظ دلوقتي ان بقت دي زياده قوي. طب لو احنا خليناها 1 واضغط هنا بس عشان يحصل اكشن، نلاحظ اللي هي بقت قصيره. عندك هنا حاجه اسمها اوفست فروم اوريجنت. يعني ايه اوفست فروم اوريجنت؟ يعني الخط بتاعك ده اهو بادئ من النقطه دي، المسافه ما بين النقطه اللي هو بادئ فيها وبدايه الخط قد ايه. فتلاحظ اللي هنا قيمه صغيره 6 من 10. طب انا لو خليتها 5 مثلا وضغطت فوق هنا، تلاحظ ان البدايه في جاب ما بينهم كبيره قوي. فاحنا بنخليها حوالي مثلا نص، عشان ما يبقاش لازق بالظبط في الخط وفي نفس الوقت ما يبقاش بعيد عنه. طبعا هنا في حاله لو انت عايز تدي للاكستنشن لاين ده اطوال ثابته، واحنا لا نفضل الطريقه دي، احنا بنحب نشتغل بالطريقه اللي فوق. لو انت عايز تديله بتفعلها وبتديله الطول اللي حضرتك عايزه. طيب هنخش دلوقتي عند السيمبل اند اريا.
لو انت جاي ملاحظ معايا هتلاحظ ان شكل السهم عندك صغير ونوعه كان سهم مظلل. تقدر تتحكم في انواعهم من هنا. ده سهم مثلا مش مظلل، ده مثلا حاجه اسمها الاركتيك تراك. عندك هنا نوع تاني اللي هو الدايره دي. عندك نوع تالت اللي هو مثلا المظلله دي، البوكس المظلل. عندك اشكال كتير لاشكال الاسهم. انا بحب عن نفسي الاركتكشر تراك ده، انا بحب اشتغل بيه. هنيجي هنا نلاحظ اللي ده حاجه اسمها الليدر. هنعرف قدام يعني ايه ليدر. يعني زي سهم كده بتعلم على حاجه معينه وعايز تديها نوتس، عايز برضو تغلي شكلها عامل ازاي. انا بحبه عن نفسي، ده بيكون سهم مظلل. طيب عندك حاجه اسمها الاراو سايز، اللي هو حجم القطعه دي قد ايه. احنا لو جينا نلاحظ هنا هنلاقيها صغيره قوي. سيبك من اللي هي باينه قدامك هنا كبيره، لا انت قدامك هنا على الرسم باينه اللي هي صغيره قوي. فمثلا هنكبرها، هنخليها بدل ما هي 2.5 مللي هنخليها مثلا 50 مللي، يعني هنخليها 5 سنتي. بعد كده هنيجي تحت هنا، لو انت ضغطت هنا هتلاقي الشكل ده باظ عندك. بص كده الشكل باظ، ما تتخضش. هو انت كبرت الاراو سايز ولسه ما كبرتش التكست، فبمجرد ما بتكبر التكست الدنيا هتظبط معاك. هتيجي هنا على حاجه اسمها البريك سايز. ايه البريك سايز؟ في حاله 2 دايمنشن قاطعين بعض لازم يبقى ما بينهم جاب، والكلام ده فيه امر اسمه دايمنشن بريك. هنعرف نتعامل معاه ازاي، بس القيمه دي صغيره. يعني ايه؟ يعني الجاب شبه مش هيكون باين، فانت ممكن تخلي القيمه دي مثلا 25 مللي، يعني 2 سم ونص. طيب باقي الاعدادات سيبها زي ما هي ديفولت. هنخش دلوقتي على التكست. لو انت عايز تغير نوع التكست بتاعك تقدر تتحكم فيه من هنا، او تخش من هنا من الثلاث شرط دول، تخش على انواع الخطوط بتاعتك، تغير الخطوط كلها اللي هي الخطوط اللي بيتكتب بيها التكست اللي فوق الخط. عندك هنا حاجه اسمها التكست كلر، لونه عايز تخلي لونه ايه، وليكن مثلا عايز اخلي لونه ازرق، دايمنشن هيبقى لونه ازرق. حاجه اسمها الفيل كلر. يعني ايه الفيل كلر؟ التكست اللي مكتوب ده لو انا عايز اخلي تحته حاجه مدهونه، وليكن مثلا الدهان يكون لونه لبني، نلاحظ هتلاقي دهان لونه لبني مكتوب جواه التكست باللون الازرق، بس احنا بنحبها نخليها نون، بتبقى اشيك. عندك حاجه اسمها التكست هايت. زي ما انت كبرت السيمبل اند اجو وخليته 50، خلي ده مثلا 75. دايما انا عن نفسي بحب التكست هايت يكون اكبر نسبيا من السيمبل اند اجو. طيب جميل. عندك بعد كده حاجه اسمها التكست بليسمنت، اللي هو الفيرتيكال، اللي هو وضعيات التكست. لو انت ضغطت هنا هتلاقي كل الدنيا اتظبطت تاني، عشان هي نسبه وتناسب ما بين التكست هايت وما بين الرمز اللي عندك او السهم اللي عندك. هتلاقي هنا بيقول لك الفيرتيكال، انت عايز الخطوط الفيرتيكال يكون التكست فوق ولا في السنتر. لو انت عملتها في السنتر هتلاحظ ان التكست هيجي في نص الخط، سنتر جه في نص الخط. انا عن نفسي بحبها فيرتيكال، في ناس تانية بتحبيها سنتر عادي. طبعا انت تقدر تغير في الوضعيات دي كلها. اهم حاجه عندي محاذاه التكست، يبقى النص موازي للخط، عشان لو عملتها هوريزونتال الدايمنشن هيبقى بشكل هوريزونتال والخط هيبقى بشكل مايل مع الحاجه اللي هو بيقيسها. فانا بحبها تكون بالمحاذاه، بتبقى اشيك بالنسبه لي. عندك هنا حاجه اسمها الاوفست فروم دايمنشن لاين، اللي هي المسافه ما بين التكست اللي مكتوب والخط اللي تحته. لو انت كبرت المسافه دي مثلا خليتها 25 وضغطت مثلا في اي حته هنا في الهواء، هتلاقي ان المسافه ما بين التكست وما بين الخط وسعت. فاحنا ممكن بنخليها مثلا 5، او ممكن نخليها مثلا 1، اللي هي بحيث اللي يكون المسافه ما بين الخط وما بين الدايمنشن ما تبقاش بعيده قوي. عندك بعد كده حاجه اسمها البريمير يونت. يعني ايه البريمير يونت؟ يعني الوحدات الاساسيه عندك اللي انت شغال بيها. انت شغال بوحدات بالملي علشان القالب بتاعك بالملي. طيب بيقول لك ان الوحدات بتاعتك هي ديسيبلين. طيب الديسيبلين عادي، ده نوع الوحدات. عندك هنا حاجه اسمها التقريب، انت عايز تقرب لاقرب كام علامه بعد العلامه. بمعنى انت عندك دلوقتي علامه عشريه، هتقرب بعدها بصفرين. تيجي تلاحظ كده معايا هتلاقي بعد العلامه رقمين. طب لو انا قلت له لاقرب رقم، هتلاحظ اللي بعد العلامه بقى رقم. تيجي واحد شاطر يقول لي ليه هنا ما عادش فيه بعد العلامه رقم زي ده وده وده. اقول لك ارجع كده تاني لرقمين. اقوم راح قايل لك ان ال 98 دي اما انت خليت التقريب لاقرب رقم، فالتمانية قربت للتسعة، فالتسعة بقت دلوقتي بقت 10، فبقت دي صفر، والواحد دي بقت 2. فانت اما جيت قربته لاقرب رقم عشري بقى في بعد العلامة صفر، طب ما اتكتبش ليه؟ ما اتكتبش عشان تحت انت تيجي تلاقي حاجه اسمها التريننج متفعله. في حاله لو انت مش مفعلها هتلاحظ ان الصفر يتكتب. اما في حاله لو التريننج متفعله يقوم قايل لك لو انت مقرب لاقرب علامه عشريه او اقرب علامتين عشريين بعد العلامه، في حاله لو كان اللي بعد العلامه ده اصفار مش هيتكتب لك.
طيب هنيجي بقى لحاجه اسمها البريفكس وحاجه اسمها السفكس. ايه الفرق ما بين الاتنين دول؟ البريفكس الكلام اللي بيسبق النص، اما السفكس الكلام اللي بيبقى بعد التكست اللي مكتوب ده. بمعنى لو انا جيت هنا مثلا قلت له دي ومسطره، شوف ايه اللي حصل دلوقتي. هيعمل لي دي، ممكن اعمل لك كمان شرطه. شوف عمل لي ايه، عمل لي دي شرطه، ممكن اقوم راح جايب بعد الشرطه عامل مسطره عشان يبقى في جاب ما بين الشرطه وما بين التكست. شوف دلوقتي ايه اللي حصل، دي شرطه في جاب بعد كده التكست، عشان ده اسمه بريفكس. طيب ممكن اعمل حاجه اسمها السفكس، اعمل برضك مسطره واقوم راح كاتب ام، فدلوقتي يتكتب لي ايه، يتكتب لي طول في جاب اهو وبعد كده ام بالملي. طب مثلا انا بشتغل مدخلاتي بالملي، بس انا عايز اخلي الابعاد بتاعتي تتكتب بالسنتي. وخلي بالك في فرق ما بين انت شغال بالملي وتتكتب بالسنتي. مش معنى اللي هي تتكتب بالسنتي اللي انت بقيت شغال بالسنتي، لا، انت شغال زي ما انت بالملي، بس انت هتيجي تظبط هنا الوحدات بتاعتك اللي هي تتضرب في سكيل. فانا هاجي هنا على السكيل فاكتور اقوم راح قايل له اضربه لي في 1/10. فالواحد من 10 هنا دلوقتي بعد الشي بقى ملي، المفروض تبقى دي ايه، تبقى دي سنتي. جميل كده. يبقى كده انت خلصت اللاين والسيمبل اندر والتكست والبريمري يونت. طب تعالى كده نتفرج كلوز. نلاحظ ان مفيش حاجه من دي اتغيرت. ليه مفيش حاجه اتغيرت من دي؟ علشان الدايمنشن اللي حضرتك دلوقتي ده كان مرسوم، ده كان من نوع حاجه اسمها الايزو 25، اما كل التعديلات اللي انت عملتها عدلتها في حاجه اسمها الاي سي اتش. طيب لو انا عايز دلوقتي الاثنين دايمنشن دول يبقوا تبع اي سي اتش، او عامل ايه، محدد واحد منهم وعامل اس اس اللي هو سيلكت سيميلر. في حاله لو انت عدلت الاختصار بتاع سيلكت سيميلر، عشان الطبيعي بتاع سيلكت سيميلر بتكتب كلمه SELE، يتحدد لك سيلكت سيميلر، تحدد ده وتحدد ده، هما الاثنين يبقوا سيميلر مع بعض فيتحددوا. بعد ما يتحددوا بتيجي فوق في النوتيشن، بدل ما هي كانت ايزو 25 بتيجي تخليهم ACH. تلاقي دلوقتي ايه، الاي سي اتش هما الاثنين بقوا اي سي اتش، وتلاقي الدايمنشن عندك بقى شكله كويس. طب لو انت لاحظت اللي شكله صغير لسه، تقدر تقوم داخل جوه امر دي انتر وتكبر التكست شويه. طب انت لو لقيت شكله كبير ممكن تصغر التكست شويه. اهم حاجه بالنسبه لي ان تكون الابعاد بالنسبه للرسمه شكلها مقبول. تمام كده. طيب خلي بالك بقى من حاجه، لان انا لو جيت دلوقتي ارسم دايمنشن جديد DIM انتر، شوف ايه اللي هيحصل معايا. ايه اللي هيحصل، هيشتغل لي بنوع الدايمنشن ده. ليه اشتغل لي بنوع الدايمنشن ده؟ خش كده دي انتر، هتلاحظ ان الاي سي اتش هو السيت كارنت، هو ده السيت كارنت بتاعي. فطالما هو السيت كارنت فده الديفولت بتاعي. يعني انا لو دلوقتي خليت الدي انتر، خليت الايزو هو السيت كارنت بتاعي، وعملت هنا كلوز، اجي اعمل دايمنشن الاقي ان السيت كارنت بتاعي هو ايه، هو الايزو. طيب اعمل ايه، انتر، اقوم راح واخد الخاصيه من هنا حاططها هنا، يتحول لي لنفس الخاصيه بتاعه الدايمنشن بتاعي. واجي هنا اخلي السيت كارنت بتاعي ACH، او عن طريق اللي انا اخش على الدي انتر واخليها ACH. خلي بالك بقى معايا، اللي انا عايز اخلي الوحدات اللي مكتوبه عندي هنا 5000 مللي مثلا او 500 سم، وما بين قوسين تتكتب لي مثلا بالوحدات الانجليزيه اللي هي مثلا بالفيد وخلافه. اخش هنا دي انتر واخش على الاس اتش عشان ده اللي انا هعدل فيها، اعمل هنا موديفاي، واخش هنا على حاجه اسمها الوحدات البديله افعلها، لازم افعلها الاول، واقول له برده خلي لي التقريب لاقرب مثلا رقم بعد العلامه. هتيجي هنا في حاجه اسمها المالتبلاير فور ALT اللي هي الوحدات البديله، يعني الفاكتور اللي انت هتضربه فيها ايه. فانت بتسال نفسك سؤال، هو الاساسي كان ايه والبديل يبقى ايه. فمثلا انا عايز اخلي البديل، اجي هنا في السفكس اخليه بالفيت، واعمل هنا اعلم صح على التريننج برضك، عشان في حاله لو كان اللي بعد العلامه صفر ما يكتبهوليش. فانا بسال نفسي سؤال، هو لو انا عايز احول، بفتح دلوقتي برنامج اليونت كونفرتر واقوم راح قايل له لينس، انا عايز احول من ملي عشان الوحدات الاساسيه عندي ملي، وعايز احولها لايه، عايز احولها وليكن مثلا لفيت. يقوم قايل لي الواحد ملي بتضربه في الرقم ده، فبقوم رايح واخد ده وبقوم رايح قافل، وبقوم رايح جاي هنا كنترول في، واقوم رايح عامل اوكي كلوز. نلاحظ دلوقتي ان اتكتب معايا الابعاد 500 سنتي 1.6 فيت. خلي بالك بقى من حاجه مهمه قوي، هي دي كانت كام؟ كانت 5000 مللي. 5000 مللي، هل ال 5000 مللي تعادل 1.6 فيت؟ لازم تتاكد منها. تيجي هنا
هل ال 5000 مللي تعادل 16؟ يبقى دلوقتي السكيل اللي انت ضربته جوه هنا دي انتر، عملت هنا نعمل هنا موديفاي. انت حضرتك دلوقتي الوحدات البديله دي اما بتيجي تضربها في رقم، خلي بالك اللي انت اصلا ضارب هنا في 1/10، فانت اما تيجي تضرب هنا تشيل صفر من بعد العلامه دي ملحوظه انت تخلي بالك منها كويس قوي. تمام كده اهو. اوكي كلوز كده ظبطت معاك. طيب ارجع تاني بمسطره. لو انا جاي هنا خليت دي بالملي وخليت دي 1، اجي هنا في الوحدات البديله اخلي دي 0 علشان ده التحويل من ملي لفيت، واقوم ضاغط اوكي. نلاقي دي زي ما هي ما اتغيرتش، اما دي اتغيرت. عرفت بقى الفرق ما بين اما انا اكون ضارب السكيل هنا ضارب في سكيل في الوحدات الاساسيه، انا كنت ضارب هنا في سكيل 1/10، فاما اجي في الوحدات البديله ما اضربش في 3/1000، اضرب في 3/100 علشان انا ضارب اصلا هنا كانت في 1/10. اما لو انت ضارب هنا في 1، اما تيجي في الوحدات البديله تضرب في كام؟ تضرب في 3/1000. طيب في حاله لو الغاء الوحدات البديله تقدر تعمل كده، ونرجع تاني للوحدات الاساسيه، تضربها في 1/10 وتخليها مسطره وتكتبها سنتي. وبكده حضرتك تكون ما تنساش تعمل هنا التيلينج. اوكي كلوز. وبكده انت تلاحظ ان شكل الوحدات بالنسبه لك بقت منتظمه مقارنه بالرسمه، واتعلمت كل حاجه جوه الدايمنشن ستايل. وشكرا لكم.